الإنسان بيخدع ناس كتير أوي في حياته، ده أقصى درجات الخداع مش إنه يخدع الناس، لأ خالص. أقصى درجات الخداع إنك تخدع نفسك. كتير من البشر بتوهم نفسها وبتغير الحقيقة وبتعيش دور الضحية، وإن الناس كلها بتتأمر عليهم. فن، والله فن، إن يحول نفسه من ظالم لمظلوم. رايا وسكينة في التحقيقات معاهم قالوا إنهم الضحية، وقالوا كمان إن اللي عملوه من قتل وخطف كان قضاء وقدر، وده مكتوب ليهم. في لحظة نفسهم صورت لهم إنهم بقوا المجني عليهم، وهم في الأساس الجناه. اللي بيعيش دور الضحية بيخترع أسلوب لف ودوران عشان يحرف الواقع على مزاجه، والغرض من الموضوع ده كله إن هو يهرب من اللي بيواجهه، وكمان عشان يحسسك إن هو ضعيف وعاجز عن حل مشاكله. بس بدل ما يقوم ويواجه، بيختار الطريق السهل ويهرب خالص. الغزالة رغم إن سرعتها ضعف سرعة الأسد تقريبا، بس في الغالب بتكون الفريسة السهلة للأسد، عشان هي بتخيل لنفسها إنها كده كده هتبقى الضحية مهما هربت. عشان كده الخوف بيسيطر عليها، تفضل تبص لوراها وهي بتجري، فسرعتها بتقل والأسد بيعرف يمسكها. احنا بنعيش نفس الحياة بتاعت الغزالة بالظبط، لما بتطاردنا المشاكل والأوهام، وعلى الرغم من إننا أقوى منها ونقدر نواجهها، بس للأسف بنستسلم ليها. نختار الطريق السهل، الهروب من الواقع، ونعيش بقى في حالة أعمل إيه يعني، ما الدنيا كلها ضدي. الإنسان اللي بيعيش دور الضحية ده بيبقى ليه شوية معتقدات بتختلف من شخص للتاني، زي إنه يقول إن الحياة صعبة، ولما تحاول تقدم له شوية حلول هتلاقيه بيطلع لك حجج فيها، ودايما شايف إن مشاكله محدش يقدر يحلها، وإن محدش حاسس بيه، وبيكبر مشاكله. ولما تحاول تساعده في مشاكله، يا إما مش هيرضى إنك تساعده، أو لو ساعدته والمساعدة ديت طلعت في المكان الغلط هيقولك أنت السبب في اللي أنا فيه. كلنا عندنا مشاكل وبنواجهها وبتهزمنا. الطبيعي إن الإنسان محتاج وقت عشان يطبطب فيه على نفسه لحد ما يستجمع قوته ويقوم تاني من جديد. وده الفرق ما بينه وما بين اللي بيعيش دور الضحية. اللي بيعيش دور الضحية ده مش بيحاول أصلا، وكمان بيبالغ في مشاكله، وبيقول إن هو مهما عمل هو ضعيف. الإنسان بيكون صعب عليه إن هو يعترف بغلطه، وعشان إنك تعترف إنك ظالم ده هيسبب لك تأنيب ضمير، وتقعد بقى تعذب في نفسك. عشان كده عقلك اللاواعي بيختار الطريق السهل، ويصور لنفسه إن هو مظلوم عشان يوفر على نفسه تأنيب الضمير. لحد هنا يا صاحبي، واللي بيعيش دور الضحية حر يعيش زي ما يحب. بس المشكلة في الأساليب اللي هو بيعملها مع اللي حواليه، هو إنه دايما بيحسسهم بالذنب وبيبتزهم عاطفيا عشان يجبرهم إن هم يهتموا بيه، وكمان بيخلي القريبين منه ياخدوا قرارات مكانه، ولو طلعت غلط بيلومهم عليها. يمكن الإنسان مش مسؤول عن ظروفه، مش هو اللي بيعملها. وكلنا عارفين إن الإنسان قراراته بتبقى مجرد رد فعل للحياة، وزي ما احنا عارفين إن لكل فعل رد فعل مضاد له في الاتجاه ومساوي ليه في القوة. اللي بيحصل بقى إن الإنسان بيستسلم لظروفه من غير أي ردة فعل، حتى لو كانت بسيطة. الواقع حقيقة ولازم نتعايش معاها، خصوصا بقى لو كان الواقع ده مش هنعرف نغيره. ربنا مش بيدي حد مشاكل أكبر من طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا مش فاهم إيه المشكلة في إنك تتعايش مع الواقع طالما أنت مش قادر تغيره، من غير ما تشتكي وتعيش دور الضحية. من وجهة نظري والحل المناسب عشان نتعامل مع اللي بيعيش دور الضحية إننا نبعد عنهم، وده مفيد ليهم ولينا. هقولك ليه. مفيد لينا عشان بيشيل عننا حمل احنا ملناش ذنب فيه. هو بيحملنا كل حاجة وضغط على دماغنا احنا ملناش دعوة بيه. ومفيد برضك للي بيعيش دور الضحية عشان بيخليه يواجه اكتر ويبطل يشتكي لحد. هو كده كده مش هيعرف يعتمد على حد، عشان هو مش هيلاقي حد جنبه، فهيقرر هو يتعامل مع الواقع ويبدأ بقى يحل مشاكله بنفسه.